السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في فيديو جديد معانا النهاردة. نبدأ مع حضراتكم بالخبر طبعا المؤسف لكل الأهلاوية، واللي هو طبعا خناقة كهربا مع المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر. وأيضا حصل اشتباكات مع محمد رمضان، أو حصل كلام ومشادة كلامية بين كهربا وبين محمد رمضان بسبب طبعا الخناقه اللي حصلت بين كهربا وكولر. في الاجتماع باللعيبه طبعا كهربا اعترض على عدم مشاركته كاساسي في مباراه الاهلي وسيراميكا، وخصوصا ان اللي لعب اساسي في مركز راس الحربه طبعا كان طاهر محمد طاهر، مع العلم ان طبعا وسام ابو علي هو المهاجم الرئيسي والاساسي للنادي الاهلي. فكهربا لما وسام ما لعبش كان بيقول انه الاولى انه يلعب في هذه المباراه في مركز المهاجم طبعا، عشان كهربا شايف نفسه المهاجم البديل لوسام ابو علي. فوسام ابو علي كان قاعد احتياطي في هذه المباراه. فطبعا كهربا لما شاف طاهر محمد طاهر في التشكيل الاساسي حصلت مشاده بينه وبين طبعا مارسيل كولر في الاول، وحصلت مشاده ايضا بعد المباراه. وطبعا بناء على ذلك الاهلي قرر ترحيل كهربا من الامارات وتغريمه غرامه قدرها 1,000,000 جنيه. طبعا الله يكون في عون كهربا، الغرامات كترت قوي على محمود عبد المنعم كهربا. فبالتالي الاهلي قرر ترحيله بعد هذه الواقعه من الامارات طبعا، عشان كهربا يرجع مصر بسلامه الله ان شاء الله خلال الساعات القادمه. والغرامه ايضا 1,000,000 جنيه. فهنشوف ايه اللي هيحصل الفتره المقبله في مصير كهربا مع الاهلي، لان طلعت اخبار ان الاهلي هيقرر او هيعرض كهربا للبيع خلال الايام القليله الماضيه بعد هذه الواقعه. خلونا نسرد مع حضراتكم دلوقتي الواقعه واسباب الواقعه. هنعرض مع حضراتكم دلوقتي اللي حصل بالظبط، لان طبعا زي ما كلنا عارفين مش دي مبادئ النادي الاهلي، وكلنا عارفين طبعا ان مبادئ النادي الاهلي غير كده خالص. بالذات طبعا النادي الاهلي زي ما هو معروف عنه نادي القيم والمبادئ. هنسرد مع حضراتكم دلوقتي احداث واسباب الواقعه. كهربا اعترض لعدم الاعتماد عليه في التشكيل الاساسي امام سيراميكا كليوباترا. طلب كهربا من المسؤولين في النادي ضرورة إبلاغ مارسيل كولر بضرورة منحه فرصة المشاركة والاعتماد عليه في المباريات بشكل أساسي، لأنه ملتزم بالتدريبات بشكل كبير. نتيجة لحالة الغضب التي ظهر عليها كهربا بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قرر الأهلي تغريم اللاعب 1,000,000 جنيه واستبعاده من معسكر الإمارات. ده الخبر ده طالع من مصدر في النادي الاهلي. فهنشوف ايه اللي هيحصل الايام القادمه في مصير محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الاهلي. خلونا نروح بقى للازمه طبعا على الجانب الاخر بتاعه نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك مع مسؤول امن استاد طبعا او مدير امن استاد النهيان اللي كانت تقام عليه مباراه الزمالك وبيراميدز، اللي انتهت بفوز الزمالك خمسة 4 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. طبعا سجل الهدف الأول لنادي بيراميدز إبراهيم عادل بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي ليسكنها شباك الزمالك. تمريرة طبعا من رمضان للاعب إبراهيم عادل، اللاعب اللي من وجهة نظري لعيب عالي قوي قوي قوي، ولازم يحترف خلال الفترة المقبلة وياخد فرصته، لأن إبراهيم عادل إمكانياته تؤهله للعب في أفضل دوريات العالم. تمريرة من رمضان راحت لإبراهيم عادل ليسكنها بشماله في شباك محمد عواد ليسجل هدف التقدم في نادي الزمالك وتصبح النتيجة 1-0. ويتعادل طبعا بعدها نادي الزمالك من مرور رائع ترقيصة شوارع زي ما بيقولوا من ناصر ماهر لطبعا محمد حمدي وابراهيم عادل، كلفة الاثنين ويعدى منهم وعمل تمريرة حاسمة لسيف الدين الجزيري
المهاجم لنادي الزمالك، وسجلها سيف الدين الجزيري اللي يسجل هدف التعادل، وتصبح النتيجة 1-1. ثم طبعا تم اللجوء لضربات الجزاء، وفاز نادي الزمالك 5-4. أما النادي الأهلي فاز بنتيجة 2-1. سجل طبعا الهدفين للنادي الأهلي اللاعب اللي كان كهربا شايف إنه يشارك مكانه أساسي في هذه المباراة، طاهر محمد طاهر. دي كانت أحداث خناقة طبعا مصطفى شلبي مع نادي مصطفى شلبي ودونجا طبعا اشتبكوا مع مدير أمن استاد النهيان، وبالتالي أصدر الحكم النهارده أو أصدر طبعا الخبر اللي طلع وانتشر خلال الساعات الماضية بغرامة نادي الزمالك 600,000 دولار، أو 600,000 طبعا درهم عفوا إماراتي، ما يعادل تقريبا فرنج 12 مليون تقريبا مصري. فطبعا ده الغرامة اللي وقعت على نادي الزمالك. الغرامة هتوقع على ثلاثي الفريق طبعا محمد صبحي ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بسبب المشادة والخناقة اللي حصلت بينهم وبين طبعا مدير أمن استاد النهيان في دولة الإمارات العربية الشقيقة. اتكلمنا مع حضراتكم في أهم النقاط النهاردة. في نهاية الكلام ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ليصل لكم كل جديد. وفي نهاية الكلام سلام.